السلام عليكم اخواني، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم نريد نحكي بموضوعين. اول شي بخصوص المنتخب العراقي. احنا يعني يمكن الاخوة العرب ما يعرفون انه احنا عندنا فساد كبير في العراق. قد يكون بنظري افسد دولة بالعالم العراق، وهذا الفساد مستشري في الرياضة، واستشرى ايضا في المنتخب العراقي الاول من زمان. يعني محاربينه، يعني دولتنا نفسها محاربتنا. يعني حتى أبسط لكم إياها، لأن أكو ناس ما تعرف عرب يعني وكذا من إخواننا العرب، فإحنا دولتنا ضدنا يعني. ولهذا تشوف تردي بالمستويات، يعني تردي بشكل فظيع، وإدخال لاعبين ما يستحقون يكونون بالمنتخب أصلا، بالفريق كله. يعني أبسط مثال، عندنا لاعبين، عندنا لاعب يلعب بشباب بايرن ميونخ صغير، وعندنا لاعب جايب 19 جول بالدوري العراقي، هداف الدوري العراقي، واثنيناتهم استبعدهم المدرب. ليش؟ شكو ما تدري. يعني نهائيا ما يعني يطمطمون السالفة وما يحكون بها كأن شيئا لم يكن. كل مرة يعني يعيدون نفس السيناريو، يدخلون لاعبين غير أكفاء. هاي المغرب مثلا، ليش منتخبها من أقوى المنتخبات بالعالم عالميا، وكل التحية والحب لهم، واحنا نشجعهم، وانا اشجعهم شخصيا. يعني اكو لاعب يوسف اسمه، والله نسيت اسمه الصراحة، ايوب اللي بدع امام البرازيل، اكثر واحد لمس الكرة 97 مرة او 87 مرة. لازم الوسط كله. هذا عمره 19 سنة ويلعب في نوادي فرنسا، وفرنسا كاتلة نفسها عليه. وهو يعني طول شوي، انتظر شهر حتى يقرر بين المغرب وفرنسا، بعدين اختار المغرب. وأول ما اختار المغرب شاركته أساسي في كأس العالم. ليش؟ لأن هذا كفو، يعني يستحق التواجد يعني. ف... فليش الدول تنجح والمغرب تنجح؟ لأن ما عندهم فساد. يعني الشغلة، احنا يعني اكو دفع من الحكومة، وكذلك اشراك لاعبين معينين، وبالتالي فاسدين بشكل. افسد دولة بالعالم هو دولتنا. الموضوع الثاني اللي حبيت اقول واحكي عنه هو قضية التذاكر. أنا بحكمي بكندا عندي اطلاع بأسعار التذاكر. والله إذا أقولكم ما تصدقون. أسعار مثلا سعر تذكرة كندا ضد قطر اللي لعبوا البارحة، سعرها $1900. أوكي، عوفوا من هاي اللعبة. لعبة العراق والسنغال مثلا، اللي هي لعبة عادية، يعني مو ذيك هذا. المهم لعبة العراق والسنغال اللي حتقام بعد أسبوع تقريبا في تورنتو. التذاكر الآن أقل وحدة $1000. $1000. فطبعا أول ما طرحوها كانت $600، والآن يعني من بدأ كأس العالم وكذا صارت أقل شيء $1000. وطبعا من نقول أقل شيء، يعني أقصد الجانب الورا الحارس والفوق كلش، يعني يم السماء، بحيث تشوف اللاعب مثل الليجو، يعني تشوف من الشاشة هواي أفضل يعني حقيقة. وأنا رحت يعني واحدة من اللعبات في تورنتو، نادي تورنتو اف سي، و يعني رحت بوقتها قبل كم سنة. المهم، يعني ما أشوف أي شيء، وسعر التذكرة هم جدا عالي يعني بوقتها. وأشوف بحيث يعني أشوف من الشاشة هواي أفضل من الشاشة.
تحياتي وشكرا جزيلا.